إذا راكي حابة تفقدي وزن بسرعة، ريجيم البيض راهو مخدوم على جالك. رغم أنه يحتوي على عناصر غذائية قليلة، لكنها كافية لتلبية الاحتياجات نتاع الجسم ديالك. ريجيم البيض يغذي الجسم ديالك ويطلع الأيض، يعني يعلي من الحرق. ولو كانت تحافظي على تغذية صحية متوازنة معتدلة بعد هذا الريجيم، الكيلوغرامات اللي تفقديهم ما يعاودوش يرجعوا. واش راكي تستناي؟ اجري للتعليقات وكتبي راني مستعدة، وإذا كان أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس وكتبي راني مستعدة. ورغم أنه ريجيم البيض صحي ويقدروا الناس يديروه بكل أمان، لكن لازم بعض التوصيات. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ولا الحوامل والمرضعات ما تلعبوش بصحتكم، ما تديروش ريجيمات عشوائية من الانترنت. إما اكتفيوا بالاعتدال والتوازن وأنواع من الرياضة اللي تساعد الحالة نتاعكم راح تفقدوا وزن، أو اتصلوا بمختص تغذية باش تكونوا تحت الاستشارة ديالو ويشوف الحالة ديالكم ويقرر واش من الريجيم اللي يوالمكم. بريجيم البيض تقدري تخسري حتى 10 كيلو في مدة أسبوعين، بصح إذا كانت تطبقيه حرفيا، كي نقولوا حرفيا معناتها حرفيا، وكذلك مع ممارسة بعض أنواع الرياضة باش تزيدي في الحرقة وتمنعي الترهل. وكي تكملي الأسبوعين تاع ريجيم البيض، احتفظي بالتوازن والاعتدال في الكميات، احتفظي بالأوقات انك ما تبقايش تاكلي في كل وقت، نحي العادات السيئة تاع تاكلي ما بين الأوقات وتاكلي بزاف السقايق، وحاولي انك تمارسي نوع من الرياضة بصفة يومية ولا على الأقل مرتين في الأسبوع، والتزمي بالصيام العكسي والمتقطع، على خاطر كل ما صومتي الجسم نتاعك كل ما قدرتي تحافظي على الوزن اللي فقدتيه وتزيدي تفقدي وزن آخر إن شاء الله. خلال فترة ريجيم البيض لازم شرب كميات وفيرة من الماء من 8 إلى 10 أكواب يوميا. طبعا هذا الشيء راح يزيد يعطيك إحساس بالشبع أكثر ويغسل وينقي الجسم نتاعك من السموم. بلا ما ننساو أن شرب الماء بكميات جيدة ومناسبة للجسم تمنع احتباس السوائل. كذلك لازم ممارسة أي نوع من الرياضة اللي يوالم الجسم ديالك، على الأقل إذا ما تقدري ديري والو نصف ساعة من المشي يوميا على معدة خاوية من الأحسن صباحا. وإذا ما تقدريش بسبب الانشغالات نتاعك، تقدري ديري الرياضة مساء، بشرط أنه المعدة تاعك تكون آخر وجبة دخلت لها من حوالي 3 إلى 4 ساعات. باش ينجح هذا الرجيم طبعا لازم الامتناع النهائي على الحلويات والمشروبات الغازية وكل ما هو مصنع ومخدوم بالسكر الأبيض والملونات والمحافظات الغذائية، يعني كل ما هو غير صحي منتج في المصانع فهو ممنوع. يمنع كذلك منعا باتا المأكولات السريعة كما لي ساندويتش تاع برا، الهامبرغر ولي بيتزا. كذلك لازم تنقصوا من كمية الملح، مانيش نقول تاكلوا مسوس، وإنما حاولوا أنكم تتجنبوا المأكولات المالحة جدا باش نتجنبوا احتباس السوائل. نشرح لكم درك البرنامج الأسبوعي لمدة 7 أيام وكي يخلصوا تعاودوهم، وفي آخر الفيديو نزيد نعطيكم شروحات إضافية. على هذيك لازم تكملوا الفيديو للأخير باش ما تبقاوش حايرين، خاصة إذا ما كفانيش الوقت نجاوبكم على كل التعليقات. اليوم الأول: إفطار الصباح 2 حبات بيض مغلي، صحن صغير فواكه مشكلة ولا نوع واحد اختياري. الغدا حوالي 300 غرام بطاطا مع حبة تفاح. العشاء سلطة متنوعة مع صدر دجاج مشوي. اليوم الثاني: إفطار الصباح نفسه يتعاود. الغدا سلطة طماطم مع جبن أبيض وقطعتين من التوست. والعشاء 2 حبات بيض مع سلطة متنوعة. اليوم الثالث: إفطار الصباح قطعة توست محمصة، 2 حبات بيض مقليين في زيت زيتون مع قطعتين من الدلاع. الغدا سلطة خيار، قطعة جبن مضغوط، علبة ياغورت طبيعي. والعشاء 3 ملاعق رز مع سلطة وصدر دجاج. اليوم الرابع: إفطار الصباح 2 حبات بيض مغلي، علبة ياغورت طبيعي مخلط فيها فواكه حمراء. الغدا فواكه فقط كمية غير محدودة. العشاء سلطة مع حبة بيض. نروح دركا لليوم الخامس: إفطار الصباح كالعادة 2 حبات بيض لازم يحضروا مع حفنة من المكسرات والفواكه الجافة. الغدا 3 ملاعق من الأرز أو البرغل، قطعة سمك وخضر فايرة. العشاء 2 حبات بيض فقط. وعلى شوية الحالة نروحوا لليوم السادس: إفطار الصباح 2 حبات بيض مع تفاحة، إذا ماشي متوفر التفاح بدليه بنوع آخر من الفواكه. الغدا فخذ دجاج مع سلطة وزيدي معاهم خضر صوتي. العشاء سلطة جزر نيئة، كمية حسب الرغبة وديري لها لا فينيغريت.
اليوم السابع والأخير: إفطار الصباح 2 حبات بيض مع أنواع مختلفة من الخضر النيئة. الغداء خضر مشوية مع قطعة جبن. والعشاء زبادي ياورت طبيعي مع فواكه مشكلة. إذن لما يخلصوا هاد 7 أيام تزيدوا تعاودوهم. من المميزات نتاع هذا الرجيم انكم تقدروا تبدلوا ما بين الايام، يعني ماشي شرط ديريه بنفس الترتيب، تبداي باليوم الثالث من بعد اليوم الخامس ومن بعد اليوم السابع. هذا الرجيم يطبق مع الصيام المتقطع، لازم تصوموا على الأقل 4 إلى 5 ساعات ما بين الوجبات. وكذلك صيام عكسي، يعني عند المغرب يكون العشاء ومن ثمك ما تزيد تاكل والو حتى من غدوة ذاك. كل ما استعملنا نشويات صحية وكاملة راح ننجحوا أكثر ونربحوا الصحة نتاعنا أكثر. فمثلا في مكان الأرز نستعملوا البرغل ولا الأرز الأسمر. نقدروا نستعملوا كذلك النشويات الكاملة كما معجنات القمح الكامل بنفس الكمية المذكورة في الفيديو. نقدروا كذلك نشربوا أنواع المختلفة من الديتوكس، بصح ماشي كل يوم، مثلا نهار في الثلث أيام نديروا قرعة تاع لترا ديتوكس. القهوة طبعا راهي مسموحة، إذا موالفة تشربيها كحلة ولا خليط مع الحليب تقدري تشربيها، بصح طبعا ممنوع فيه السكر. تقدروا كذلك تشربوا الشاي وكل أنواع التيزانات. في حالة الجوع الشديد ما بين الوجبات تاخذوا الزبادي يعني الياورت الطبيعي، تقدروا تزيدوا من كمية البيضة ولا تاخذوا الخضر النيئة. كما شفتوا الرجيم هذا راهو شوية صعيب، فيه بزاف شروط ولازم تطبقوه كما راهو حرفيا باش تنجحوا فيه، لذلك ما لازمش تفوتوا 15 يوم. ماهوش رجيم طويل المدى، يعني الإنسان راح يتعب نفسيا لو كان يبقى يعاود فيه فقط، ولازم التنويع. على هذيك لما تكملوا هذا الرجيم إن شاء الله نزيدوا نحط لكم رجيمات أخرى، وفي نفس الوقت شوفوا القناة القديمة اللي فيها كذلك رجيمات اللي مساكن ما راكمش كامل متفكرينهم، كما مثلا رجيم تاع نهار بنهار نشويات وسكريات، راهو بزاف هايل. إذا راكم مهتمين قولوا لي نعطي لكم الرابط ديالو في التعليقات.